السلام عليكم، ازيكم جميعا؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض كيكة الشوكولاتة بطريقة سهلة جدا وغرقانة بصوص شوكولاتة طعمه تحفة. جربوها وان شاء الله تعجبكم. بصوا الكيكة طرية وبيضة واحدة بس عملناها وهشة وجميلة جدا. بصوا طعمها حلو جدا وطرية وغرقانة بصوص الشوكولاتة للناس بقى عشاق الشوكولاتة، وكمان بتتاكل دافية في الجو البرد اللي احنا فيه، ومش هتاخد مننا وقفة كتير في المطبخ ولا اي حاجة. بصوا الكيكة عاملة ازاي، بجد حلوة جدا. يلا بينا بقى نشوف عملنا الكيكة الحلوة دي ازاي. اول حاجه معايا هنا صينيه بايركس. انا غلفت الصينيه كلها بالسمنه، اللي ممكن تدهنيها باي ماده دهنيه، زيت او سمنه او زبده. مفيش اي مشكله، اللي متوفر عندك اعمليه. اول حاجه هنجهز الصينيه ونسخن الفرن على درجه حراره 180. على بال ما نجهز باقي الكيكه يكون الفرن بتاعنا سخن. اهم حاجه ان الفرن يكون سخن قبل ما نحط فيه الكيكه. يلا بينا بقى عشان نشوف مقادير الكيكة بتاعتنا. اول حاجة معايا هنا كوباية ونص من الدقيق، والدقيق يكون متعدد الاستخدام. معانا نص كوباية من الكاكاو الخام، معانا معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ربع معلقة صغيرة من البيكنج صودا، نص معلقة صغيرة من الملح، واحد حبة بيض كبيرة، معلقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان، كوباية سكر، ربع كوباية زيت، كوباية الا ربع حليب بحرارة الغرفة، ومعلقة صغيرة من الفانيليا. أول حاجة هنضيف على الدقيق الملح والبيكنج باودر والبيكنج صودا، وكمان هنضيف عليه الكاكاو الخام، وهنقلبهم مع بعض كويس. المكونات كلها بدرجة حرارة الغرفة، يعني كل حاجة تكون بدرجة حرارة الغرفة مش في التلاجة. واللبن يكون لا إما بدرجة حرارة الغرفة أو دافي، حاجة بسيطة يعني. قلبنا بقى الدقيق مع البيكنج باودر مع البيكنج صودا مع الكاكاو. هنيجي هنا بقى نجيب بولة ونحط فيها البيضة بتاعتنا، بيضة واحدة بس، وهنحط عليها رشة الفانيليا، وهنحط كمان السكر. هنقلب البيضة مع السكر كويس جدا. هنبتدي نقلب كده في البيضة بمضرب عادي خالص، مش محتاجين اي بقى مضرب كهرباء ولا خلاط ولا اي حاجة، بمضرب عادي كده. وهنضرب البيضة والسكر، هنضربهم كويس جدا لغاية ما البيضة تختلط مع السكر والخليط بتاع السكر يدوب والخليط يبقى ناعم معانا. اهو انا هنا بضربهم كويس. بصوا الخليط بتاعنا بقى ناعم اهو ولونه فتح كده. خلاص احنا القوام بتاع الخليط بتاعنا خلاص والسكر داب. هننزل بقى بباقي المكونات بتاعتنا. هنحط الزيت، ربع كوباية من الزيت، وهننزل باللبن، كوباية الا ربع من الحليب الدافي او بدرجة حرارة الغرفة، وهنحط كمان معلقة النسكافيه. ده النسكافيه اللي كان متوفر عندي، فانتوا اي نسكافيه بقى عندكم حطوه، هيخلي طعم الكيكة شوكولاتة باين فيها اكتر. هنجيب بقى المكونات الدقيق والكاكاو اللي احنا خلطناهم مع بعض، والبيكنج باودر والبيكنج صودا والملح، ونبتدي ننخلهم على الدقيق. انا هنا بنخل كده المكونات دي على الدقيق، اسفة، بنخل الدقيق على المكونات السائلة اللي معانا. هنخل بقى الدقيق والكاكاو عشان ما يبقاش فيه كتل في الكاكاو. هنخل كل الدقيق بتاعنا والكاكاو. لو انتوا وصلتوا بقى معايا لغاية هنا، بتمنى تعملوا لي لايك وشير وتعملوا لي اشتراك وتفعلوا لي زر التنبيه عشان يوصل لكم اشعار مني بكل جديد.
بصوا نزلت هنا بقى بالدقيق مع الكاكاو والبيكنج باودر والبيكنج صودا ورشة الملح، ونخلناهم كلهم اهو. خلاص كده بقى هبتدي اقلب الخليط بتاعنا لغاية ما يندمج كله مع بعضه. الكيكة دي حلوة جدا، وكمان تاكلوها كده وهي دافية، طعمها حلو جدا. بتدفينا، وولادكم هتعجب ولادكم جدا. وطريقتها سهلة وبسيطة، ومتاخدش مننا اي وقت ولا مجهود ولا وقفة كتير في المطبخ. في ثواني ان شاء الله هتعمليها وولادك هيحبوها وهيطلبوها منك على طول. هنا هنقلب الخليط بتاعنا كويس. بصوا الخليط بتاعنا ما عادش فيه اي كتل اهو. هقلبه بقى، ونيجي بقى للمكون اللي عليه الدور اللي هيغير طعم الكيكه بتاعتنا. بصوا الخليط بتاعنا خلاص اهو، ما عادش فيه اي كتل، بس هو تقيل شويه. فهنشوف بقى هنعمل فيه ايه. هنجهز نص كوبايه من الميه المغليه، لازم تكون مغليه. هنا اهي لازم في الوقت ده واحنا بنحطها تكون الميه مغليه. بصوا اهي نص كوبايه من الميه المغليه، ده هيغير لنا طعم الكيكه ويخليها هشه وطعمها حلو جدا. هنقلب بقى كويس مع بعض، والخليط شويه بشويه هيخف. بصوا اهو قلبوه كويس جدا لغايه ما يمتزج كله مع بعضه. ايوه كده، ده السمق اللي اهو خلاص قلبناه والخليط بتاعنا اهو. بصوا القالب بقى طبعا احنا مجهزينه الصينيه بتاعتنا، والفرن شغال على درجه حراره 180. اهم خطوه الفرن اول ما نبتدي نعمل في الكيكه نشغل الفرن يسخن على درجه حراره 180. وهنا هننزل كل مقدار الكيكه بتاعتنا في الصينيه. هنخبطها كده خبطتين بالراحه عشان الصينيه ما تتكسرش. بصوا الفقاقيع اللي طلعت دي اهي. وهندخلها فرن سخن مسبقا على درجة حرارة 180. اخدت مني في الفرن بالظبط 30 دقيقة، نص ساعة. وطلعت معانا الكيكة اهي، ما نسيبهاش مدة طويلة علشان وشها ما يشققش مننا. بصوا شكلها حلو ازاي، وشكلها جميل جدا، وكمان مستوية خالص. هنختبرها دلوقتي مع بعض. هنجيب اي خلة عندنا ونختبرها. هندخل كده في نص الكيكة باي خلة اهي. بصوا طلعت نضيفة خالص اهي. بصوا اهي، يبقى كده الكيكة بتاعتنا مستوية. هبتدي بقى احضر صوص القشطة بتاعنا. طعمه حلو جدا. اولا معانا قالب شوكولاتة خام 200 جرام، ومعايا هنا نص كوباية من القشطة. القشطة دي انا شارياها. دي مش قشطة اللي هي وش اللبن او القشطة الفلاحي، لا دي القشطة اللي احنا بنشتريها عادي من اي سوبر ماركت. هحطها بقى على نار هادية خالص لغاية ما الشوكولاتة تسيح وتختلط مع الزبد مع القشطة. دي بتدي طعم حلو قوي، الصوص بتاعه طعمه حلو قوي. والكيكه وبتاكليها دافيه كده بتدفيكي في البرد، وكمان مغذيه جدا لاطفالنا. فيها كاكاو وفيها لبن، يعني حلوه جدا. وفيها بيض طبعا، فجربوها هتعجبكم ان شاء الله. بصوا هنا بنقلبها اهو لغايه على نار هاديه جدا يا جماعه. اول ما الخليط يمتزج معانا خالص اهو. بصوا لغايه ما الخليط بتاعنا يبقى ناعم كده مع بعضه. هو كل ده لسه هي عن النار. وطبعا احنا سايبين الكيكه تهدى لغايه ما نخلص الصوص بتاعنا عشان ننزل بيه على الكيكه اهو. بصوا الخليط بتاعنا اهو بقى الشوكولاته ساحت خالص.
بقى حلو جدا. هو كده خلاص يعتبر خلاص خلص. هشيله بقى من على النار. انا هنا شلته من على النار اهو، بوريهولكوا. هبتدي احطه على الكيكه بتاعتنا. بصوا اهو، هنزل بقى على الكيك. شوفوا الكيكه بتاعتنا حلوه ازاي وطريه جدا. ممكن لو مش طريه معاكم، بس هي طريه معايا جدا، مش محتاجه يعني معلقتين لبن كده وتسقوا بيها كيكه، بس هي مش محتاجه. هي طريه جدا وهتشوفوها دلوقتي. والصوص بتاعها طعمه حلو جدا، وكمان بتتاكل دافيه حلوه جدا يعني. الصوص على فكره سخن، يعني احنا شلناه من على النار حطيناه على الكيكه على طول. الكيكه هدت شويه وبقت يعني احنا سايبينها شويه لغايه ما خلصنا الصوص بتاع الشوكولاته، والصوص سخن عادي، ونزلنا بالصوص الشوكولاته على الكيكه. بصوا هنسويه بقى، مش شرط نظبطه ولا حاجه. هو عادي شكله كده حلو وطعمه حلو جدا. بصوا بجد طعمها حلو جدا جدا، جربوها وان شاء الله تعجبكم. اكتبوا لي في التعليقات ان هي عجبتكم ان شاء الله لما تجربوها، واكتبوا لي ان انتوا جربتوها. بصوا الكيكه بتاعتنا يعني حلوه جدا بجد، وسهله وبسيطه، مش هتاخد مننا اي وقت ولا مجهود. وكمان اما بتتاكل وهي دافيه كده بتدفينا في البرد اللي احنا فيه. بصوا تعالوا، بصوا ممكن بقى تاكلوا كده من الصينيه براحتكم او تقسموها. بصوا اهي، بصوا الصوص بتاع الشوكولاته بجد والله حلو جدا. وهم معلقه ورا معلقه كده وهتنسوا ان انتوا. بصوا اهو، وهقطعها كمان واوريكم شكلها. ممكن تزينوها باي حاجه بقى، شوكليت شيبس اي حاجه يعني، جوز هند. بصوا انا قطعتها هنا اهي. بصوا كيكه هشه حلوه جدا، صوص الشوكولاته نزل عليها. جربوها وبتمنى ان هي ان شاء الله تعجبكم.